سبحانه في بيته في مسجده أن يكرمنا وإياكم بطاعته، وأن يجعل وفادتنا عنده جنات النعيم، وأن يغفر لي ولكم. قبل أن ننتهي أحيي الشعب العراقي الذي خرج منتصرا لحقه، خرج في الموصل، في سامراء، في تكريت وكركوك، في الرمادي، وفي الأنبار. أحييه وأشكره على صمود يطلب الحق، يطلب العدل. نحن لا ندعو إلى حرب طائفية ولا إلى عدوان طائفي ولا مذهبي، لكن ندعو إلى إنصاف الحق وإزالة الظالم والمفسد والفاجر والطاغية والمستبد صاحب النظام العراقي الذي استبد بإخواننا، خاصة أوقع أهل السنة في ضيق الله عليه، وظلمهم وآذاهم وعرض حرائرهم للإذلال، وهن حفيدات المثنى وصلاح الدين وأحمد بن حنبل وسعد بن أبي وقاص والفاتحين والأبرار والمجددين. شكرا لمن خرج من أحرار وأبطال العراق يقولون لا. قال عمر يعجبني الرجل إذا سيم الخسف أو إذا سيم الخسف أن يقول لا بملء فيه، لا للظلم، لا للاستبداد من أي جهة، حتى على الشيعة لا نرضى أن يظلموا أو يضطهدوا، لكننا نحمي سياج السنة، أهل الاعتدال وأهل احترام أهل البيت والصحابة. لأنني في مصر، المصر التي تقدر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتقدر المنهج الوسطي وتقدر الكتاب والسنة، وعلماؤها عبر 1000 سنة في الأزهر وأكثر من 1000 سنة، ودعاء